مين فيكم فاكر حديقة أغا خان في المظلات؟ أجمد وأحلى حديقة لجيل التمانينات، اتربى فيها أجيال وكانت تعتبر المتنفس الأخضر بتاعهم، واتقفلت من فترة ورجعت اتفتحت من تاني، وتذكرتها دلوقتي ب10 جنيه بس، وقريبة قوي من المترو. الحديقة دي تعتبر مستخبية وسط الشجر وعلى بعد خطوات من محور رود الفرج، وقريبة من الكورنيش النيل، يعني منظر يشرح القلب من غير ما تدفع كتير. الحديقة هادية ومساحتها مش كبيرة قوي، بس هتتبسط فيها لأنها رايقة أغلب الوقت، وتقدر تدخلها بالأكل عادي جدا، وهتوصل لها بمنتهى السهولة بالمترو. هتنزل محطة المظلات وهتطلع من المحطة، هتتمشى في شارع تفتيش الري اللي بيوديك للكورنيش، هتعدي الطريق هتلاقي الحديقة على ايدك الشمال واليافطة قدامك. عند البوابة هتدفع ال10 جنيه وهتدخل، هتلاقي المكان رايق ومفيش زحمة. المكان يشجعك تشتغل فيه أو تذاكر، أو ممكن تعتبره ورك سبيس على قد الإيد، خصوصا إن الفيو على محور رود الفرج والكورنيش يفتح النفس، وحوالين منك خضرة وجو مريح جدا. جوه الحديقة هتلاقي مساحات خضراء مريحة للعين، وفي النص هتلاقي كافيتيريا بسيطة بكراسي على فيو حلو، أسعارها في المعقول. الشاي مثلا ب20 جنيه، ولو مش عايز تقعد على الكافيتيريا في مقاعد مجانية براحتك، ولو معاك ولادك في منطقة ألعاب فيها حوالي 5 ألعاب، أسعارها من أول 10 جنيه، وأغلى لعبة هي العربيات ب20 جنيه، وكمان هتلاقي لعبة السلسلة والقطر والشلال. حديقة أغا خان في المظلات بتفتح من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 11 بالليل، ودي تعتبر خروجة هادية وبسيطة ورخيصة، وأنا رحتها واستمتعت بيها جدا، وقلت أعرفك عليها. جربها لو عاوز فسحة لطيفة ليك ولأولادك، وفي نفس الوقت على قد الإيد. وسلام.